اني اكتر واحدة في صحابي بعمل اللي يعجبني، مش بمعنى غلط ولكن اللي هو بحب اعمل اللي في مزاجي. بعمل اللي في مزاجي بمعنى ان انا مش بيفرق معايا كلام الناس، المهم ان انا اكون مبسوطة بالحاجة اللي انا بعملها. كانت نصيحتي دايما حد من صحابي بيسألني او واحدة صاحبتي ازاي اكون مش بيفرق معايا كلام الناس واعيش الحياة اللي انا فعلا نفسي اعيشها، اسلوب الحياة اللايف ستايل فعلا اللي انا بحبه. كمثلا صاحبتي هسميها جنى، انا كجنى عايزه اعيش حياتي عامله ازاي، وانا كروضة عايزه اعيش حياتي او اسلوب حياتي يبقى عامل ازاي. يعني ايه؟ انا مثلا عايزه البس طقم او لبس يعني مش مألوف، عايزه البس الوان مطرقعه، مثلا اعمل قناه على اليوتيوب وانطلق اعمل الافكار اللي تيجي في دماغي، اعمل افكار جديده غريبه. عايزه افتح براند خاص بيا، هبيع حاجات ما اتباعتش قبل كده، مثلا هبيع زراير متزينه، يعني حاجه جديده مش مألوفه. المهم ان انا بعمل اللي في دماغي او بعمل حاجه اللي انا مقتنعه بيها بحبها. ازاي اطبق ان انا اكون مش بيهمني حد ولا حاجه؟ اسئله هقولها لكم ونعمل اللي احنا عايزينه من غير بقى ما نقعد نقول اصل فلان هيقول اصل فايه هيقول. انا بعمل الفيديو ده، لو حد جه كتب لي ايه اللي انتي بتقوليه ده، اقدر مثلا ان انا ارد او ما اردش، ولكن عامه الموبايل موبايلي، النت بتاعي، الحياة حياتي. فبما ان هي حياتي انا المفروض اللي اخد قراراتي بنفسي، وابسط رد هقوله انا حرة. في حد يأيدني انا اتصرف بشكل معين واتكلم بطريقة معينة واعمل حاجات معينة، لازم اكون شبه البنات. ليه اكون شبه البنات؟ هتقولي يعني ايه شبه البنات؟ يعني بمعنى ما ينفعش نكون كلنا نسخة واحدة، نفس الافعال، نفس طريقة اللبس ونفس كل حاجة. ده رعب. لازم ان انا اتصرف بطبيعتي، انا ايه اللي انا بحبه وايه الطريقة اللي انا بحب اتصرف بيها، يعني اسلوب الحياة اللي انا احب ان انا اعيش فيه واعمله. اهمية ده والله يا جماعة تصنع الحياة او التصرفات او الحاجات اللي انا بحبها وما بحبهاش، ده بيرهقني نفسيا وبيخليني احس ان ده مش انا. بمعنى لو انا عشت مثلا قلدت اسلوب حياة شخص معين، طريقة كلام شخص معين، لبس شخص معين، انا احس ان انا كأني متأيد وكأني مش مبسوط. احس ان انا متأيد ومش مبسوط عشان ده مش انا، مش طريقة كلامي، ده مش اسلوبي، ده مش الحاجات اللي انا اخترتها بمزاجي. اختياراتي في لبسي وفي طريقة كلامي وفي اسلوب حياتي عامة في كل حاجة، لما يكون اختياري انا الشخصي ده بيخليني مبسوطة ان انا عايشة حياتي بالطريقة اللي بسطاني، بالطريقة اللي هي انا الحقيقية. انا بتكلم عن الحاجات البسيطة.